السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة لقمان شانيل. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوال طيبه يا ربي، وعواشركم مبروكه وصيام مقبول باذن الله. اليوم راكم معايا في واحد الجوله صغيره قصيره في المدينه القديمه ديال مدينه فاس. اليوم غادي نشدوا الطريق من الرصيف حتى الجامع القرويين، ونهايه الى ضريح المولى ادريس. وغادي نمشيو نشريو جميع التبخيره المعروفه اللي ما جاش لمدينه فاس وما شراش التبخيره اللي هي سر، كيقولوا لها سر الغنى، وكتزول الطاقه السلبيه من الدار. بقاو معايا ما تمشيو فين. فملي كتدخلوا على ساحه الرصيف كتقابلكم واحد الزقاق. على الشمال ديالو كاينه الصباغين. هاد الحرفه كانوا كيمارسوها من القديم هنا في المدينه العتيقه. هنا كيبدلوا الصباغه ديال الملابس، او الا بغيتي تعاودي تصبغيهم. حنا دابا دخلنا لساحة الصفارين، هنا فين كيصوبوا الاواني النحاسيه والديكورات النحاسيه. كاين النحاس الاحمر وكاين النحاس الاصفر. بعد جامعة القرويين كانوا غادي يصادفنا واحد الزقاق اللي هو ضيق. والمدينة القديمة العتيقة ديال مدينة فاس معروفة بالأزقة ديالها الضيقة. هنا فين كيبيعوا الأواني الفخارية، وعلى مسافة قريبة كاينة جامعة القرويين، الجامعة القديمة الأقدم في العالم، أقدم حتى من جامعة السوربون المعروفة. فمن هذه الجامعة تخرج أطباء وعلماء كابن خلدون وابن رشد وأشهر الجغرافيين كالإدريسي. هذه هي جامعة القرويين من الداخل. دابا ولاو كيصليو فيها، ولا جامع القرويين، وكيعطيو فيها دروس ديال العلم والفقه والشريعة.
انا غادي ندخل معكم لواحد المحل وغادي تشوفوا شنو هاد البخور اللي كيدير في هاد سر الغنى. فهاد البخور فيه سرغينة والمسكة الحرة واللبان والزعفران الشعرة، وكذلك طريفات ديال العود، وكتسقى بالزهر والعنبر ودهن العود، وكذلك دهن ديال المسك. وهاد سر الغنى كتعطي طاقة إيجابية للدار. بعد ما شرينا البخور ديالنا اتجهنا فورا لضريح مولاي ادريس. فالضريح تيكون دائما عامر خصوصا بالزوار الاجانب. هنا راه كاينين اللي جيد اللي كيشرحوا للاجانب على تاريخ مدينة فاس وكذلك ضريح مولاي ادريس. يا ربي تعفو علينا، يا ربي تعفو علينا، يا ربي سهل علينا، يا ربي سهل علينا، تعفو علينا. انت شمس يا من حزتي المعالي بمحاسن الخلق والحالة السنية، يا ورث الهدى من خاتم الرسالي، يا من همتك من فوق التورية، يا كنز ودنا بيك الله العالي. يا سيدي الله الله يا سيدي، أصاحب المقام السامي أنا في حماك وحرمك، أنت سندتي في ميزة وكتفيك طالب حلمك. وحتى لهنا كتنتهي الجولة ديال اليوم في المدينة العتيقة لمدينة فاس. كنتمنى الجولة ديال اليوم تعجبكم وتروقكم، وبسلام عليكم فيديو آخر إن شاء الله. ومرة أخرى كنقول لكم عواشركم بروكا، الله يسهل عليكم وعلى جميع المسلمين. وما تنساونيش قبل ما تغادروا الفيديو انكم تخليوا لي واحد لايك وواحد تعليق زويون بحالكم كيفرح.